السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا بكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ سهلة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مربى الجزر بالبرتقال. احنا دلوقتي في موسم الجزر، والجزر متوفر بكثرة في السوق ورخيص مش غالي. هتعملي أحلى مربى. شايفين لونها جميل جدا وطعمها خطير. يلا بينا نشوف الفيديو ونبدأ على بركة الله. انا معايا كيلو جزر، وعندي هنا بشر برتقانة. برتقانة واحدة هاخد منها الجزء البرتقاني بس، مش هاخد الجزء الابيض. وعندي نص ليمونة هحتاجها في الاخر. هنا بقى هحتاج نص كيلو سكر على المقدار، على كيلو الجزر، وعلى كوبايتين عصير برتقال. هبدأ بقى اقشر الجزر كده زي ما انتم شايفين. بعد كده هبشره، هخلص الكمية كلها وهيبقى معانا كده بالشكل ده. كده انا خلصت الكيلو كله، عملته زي ما انتم شايفين كده. هضيف بقى عليه السكر بالتدريج كده شوية شوية، وهقلب. اضيف الجزء التاني، قلبيه بقى كويس كده عشان السكر يندمج في الجزر كله. كده تمام. هغطيه بقى واشيله في التلاجة لمدة ليلة كاملة. هنا بقى بعد ما بات ليلة في التلاجة، اخدته بقى كده. بصوا عمل مية، نزل المية بتاعته كلها. هبدأ بقى احط عليه كوبايتين عصير البرتقال. هخلطه بقى كده كويس، وبعد كده هاخده بقى على البوتاجاز على نار متوسطة، وهضيف عليه بشر البرتقال، وهقلبه بقى كده واسيبه بقى يغلي على نار متوسطة او نار هادية جدا. بصوا كل شوية بختبره كده بشوفه. هو كده خلاص دخل في السوا. هضيف بقى عصير نص الليمونة. انا هنا ضفت عصير نص الليمونة بس اللقطة متصورتش، فكتبت لكم على الشاشة ان تضيف العصير في المرحلة دي. هنضيف بقى نص عصير الليمونة، وبعد كده خلاص هسيبه بقى 5 دقايق كده وهطفي عليه. بعد كده هاخده بقى في الخلاط. انا مش هسيبه بقى كده. بعد كده بقى هتسيبيه يهدى شوية ونضربه في الخلاط عشان يدينا لون المربى الناعم الجميل. وهنعبيه بقى في البرطمان طبعا مغسول كويس ومتعقم، وهتنزلي فيه بقى المربى كده. وكده خلاص المربى بتاعتنا اتعملت. لونها تحفة جدا، لونها جميل وبجد حلوة قوي. هتعجبكم ان شاء الله. ياريت تجربوها وتستغلوا موسم الجزر. اليومين دول الجزر رخيص ومتوفر جدا في السوق. حلوة قوي في السندوتشات للمدارس، وممكن تستعمليها في الكيكة بتاعت الباستا فلورا. هي بتحتاج مربى كتير. والكيلو عملي البرطمان اللي انتوا شايفينه ده والطبق ده. ودي كانت وصفتنا النهاردة. لو الفيديو عجبك ياريت تعملي لي لايك، ولو اول مرة تشوفي قناتي يسعدني ويشرفني تشتركي فيها. كنت معاكم ام مروان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.